بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة زي ما احنا شايفين الغرزة دي غرزة مجسمة، تكرار لسطر واحد. برضو فيها يعني بعض التقنيات اللي هي ايه، تعتبر جديدة في الكروشيه، مش الكروشيه التقليدي. فانا هنا عاملاها شغل دائري. هنشوف مع بعض شكلها عن قرب. يعني أنا مثلا هنا أهو، ده شكل الغرزة بالشكل ده أهو. هي عبارة عن غرزة من الغرز المجسمة اللي فيها برضو بعض الأفكار. ده وشها، ده الظهر بتاعها أهو زي ما احنا شايفين كده. الغرزة دي ممكن أعمل منها شنطة، ممكن أعمل منها بلوفر، ممكن أعمل منها طواقي. وبرضو أعتقد هي غرزة شتوية أكتر منها صيفية، إلا إذا اشتغلتيها بخيوط مثلا قطنية ورفيعة شوية. أنا هي هنا شغلاها بخيط قطن نانا كروشيه. الخيط ده متوسط السمك كده، وأنا اشتغلتها بإبرة مقاس 3.5. في حاجة برضو حابة ان انا اقولها لكم. انا بدأت هنا البداية اهي، بدأت بطريقتين. دي بداية هنشوفها ان شاء الله، يعني بداية زي الحلقات. وهنا انا بدأت بسلاسل عادية، وعملت بعد السلاسل غرز حشو، وطلعت بالغرزة ونهيت سطر. يعني يعتبر نهيت السطر وبدأته، يعني بنهي هنا بمنزلقة وبرتفع غرزة وببدأ سطر جديد. فحقيقي يعني ادتني الشكل ده. انا شايفة ده شكلها مش ظريف، انما هنا الشغل اختلف. انا بدأت زي ما بقول لكم، ادي الحلقات البداية اهي، هنشوفها ازاي. واشتغلت شغل حلزوني، يعني دائري، شغل دائري. بس انا هنا سايبة خيط البداية اهو، او بحط ماركر مثلا عشان ابدا اعرف الشغل السطر انتهى فين وهبدا منين، لمجرد العلم بس. فادتني الشكل ده. انا شايفه ده الطريقه دي افضل حقيقي. هنبدا مع بعض ونشوف طريقه العمل ازاي. زي ما قلت لكم انا هبدا، ممكن تبداي باي نوع من انواع الخيوط والابره المناسبه ليها. نبدا مع بعض ونشوف ان شاء الله شغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ مع بعض طريقة عمل الغرزة. هعمل عقدة البداية بالشكل ده، وهاخد لفة والتانية، واخد لفة على الإبرة، وهاجي هنزل هنا في أول حلقة، وهدخل في الضلع الخلفي كده، وهعمل عمود بلفة. باخد لفة وبطلع بحلقتين، ولفة وبطلع بحلقتين. هاجي هدخل كده في منتصف الحلقة اللي أنا عملتها، بدخل وبطلع بغرزة حشو كده. أنا كونت حلقة أهو. هاجي تاني هرتفع 1 2، واخد لفة على الإبرة، وفي غرزة الحشو اللي أنا عملتها أهو، أنا عندي ضلعين أهم زي 8. بدخل في ضلع منهم اللي هو قدامي، وبسحب الخيط وبطلع وبعمل غرزة حشو عمود بلفة أهو. وهاجي في المنتصف كده اهو، بدخل وبطلع وبعمل غرزة حشو عشان الحلقة بتاعتي تبان واعرف اشتغل فيها. هرتفع 1 2، وهروح جاية هنا وداخلة، هاخد لفة على الإبرة الأول، وهعمل عمود بلفة، لفة وبطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين. وهاجي كده في المنتصف أبعد المسافة بين الغرزتين اهم والعمود بلفة اهو، وبدخل وبسحب الخيط كده وبطلع وبعمل غرزة حشو اهي. الغرزة بتاعتي الحلقة بدأت تبان. هرتفع 1 2، وهدخل كده في العمود اللي قدامي اهو في الضلع الامامي
اهو. هاخد لفة الاول وهدخل كده وهعمل عمود بلفة. انا كده بعمل السطر، بدل ما بعمله سلاسل بعمله حلقات. دي تقنية من تقنيات بداية الشغل. وبدخل كده في المنتصف وبعمل عمود غرزة حشو. بعد كده هرتفع 1 2 واخد لفة على الإبرة، وادي الغرزتين الضلعين اللي هما شبه التمانية، بدخل في ضلع فيهم اهو، وبسحب الخيط وبعمل عمود بلفة. وهاجي هبعد كده المسافة بين العمود بلفة والسلسلتين، وبدخل في المنتصف واسحب خيطي واطلع وبعمل غرزة حشو. تمام كده. هرتفع 1 2 تاني واخد لفة وبدخل في الضلع اللي قدامي اهو وبعمل عمود بلفة. برجع بدخل في المنتصف كده، ببعد المسافة بين الاتنين واسحب الخيط، ادخل واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. انا كده ده السطر اللي انا هشتغل فيه الغرزة بتاعتي. هفضل اكرر كده على قد المسافة اللي انا عايزة اعملها. اخلص كام حلقة ونرجع تاني. انا كده عملت 14 حلقة. هاجي اسوي الشغل بتاعي كده بحيث السلسلتين كلهم يبقوا من تحت اهو. وانا هقفل الشغل بتاعي عشان قلت ده شغل دائري اهو. وهاجي هدخل كده اهو في منتصف الحلقة. الاول هجيب اظبط الاول، معلش اتأكد ان السلاسل كلها من تحت اهي. السلاسل كلها كده اهو. وهاجي الخيط بتاعي من ورا وهدخل في منتصف الحلقة كده واسحب الخيط بتاعي واعمل غرزة منزلقة اهو. انا كده قفلت الحلقة بتاعتي. تمام. هاجي بعد كده هرتفع غرزة. خلاص هرتفع غرزة واحدة وهاخد لفة والتانية، وهاجي هدخل في منتصف الحلقة وهعمل. انا كده اما قفلت السلاسل فوق، فانا كده هشتغل بعد السلاسل، هشتغل على السلسلتين. هعمل عمود بلفتين، يعني لفة وبطلع بحلقتين اهو. هاخد لفة والتانية وهدخل في منتصف الحلقة وهعمل عمود بلفتين، لفة وبطلع باتنين، لفة وهطلع بحلقتين، ولفة وهطلع بحلقتين، وهروح جاية لفة الإبرة كده وأسحب تحت العمود أرفعه، وهدخل كده وأسحب الخيط بتاعي وأطلع من منتصف العمود أبو لفتين، هقفله كده وهرتفع غرزة تاني. نكرر تاني عشان أول حلقة دي مش واضحة قوي اهو. هفكها اهي، نظبطها تاني اهو. انا من البداية قفلت وعملت غرزة منزلقة اهي، وهبدأ وهنا هرتفع بغرزة، هاخد لفة والتانية وهدخل في المنتصف بتاع الحلقة وهعمل عمود بلفتين اهو. سهلة عادي، الشغل عادي خالص اهو. لغاية دلوقتي الشغل عادي. بعد ما عملت العمود لفتين، الخيط اهو بتاعي فوق اهو كده، وهروح جاية رفع العمود بالشكل ده وادخل في منتصف الحلقة، اسحب الخيط بتاعي واطلع من منتصف. انا كده لويت العمود اللي ابو لفتين، اطلع من المنتصف وهروح عاملة غرزة حشوة وهرتفع غرزة سلسلة. تمام كده اهو. نكرر تاني. بعد ما ارتفعت السلسلة هاخد لفة والتانية، هنقل على الحلقة اللي وراها وهعمل عمود بلفتين اهو،
1 2 اهو. تمام. هاجي الخيط اهو فوق اهو، هدخل ارفع العمود بالشكل ده وادخل في المنتصف واسحب واطلع من منتصف العمود واعمل غرزة حشو وهرتفع سلسلة. تمام اهو. انا كده بلوي العمود ابو لفتين، هاخد لفة والتانية هنقل على الحلقة اللي وراه اهو، هعمل عمود بلفتين اهو، لفة والتانية وارفع الخيط كده اهو، هاجي على العمود ده كده ارفعه وادخل في المنتصف الحلقة والخيط من ورا كده وبسحبه من منتصف العمود اهو، وبعمل غرزة حشو وهرتفع. اللهم صل على محمد اهو. لسه هي الغرزة مش باينة، نحاول نزود شوية. هاخد لفة والتانية هاجي الحلقة اللي وراها اهو، بعمل عمود بلفتين فيها، هاجي ارفع العمود كده وبدخل اهو وبسحب خيطي وبطلع من منتصف العمود اهو، وهعمل غرزة حشو وهرتفع غرزة، هاخد لفة والتانية ننقل على الحلقة اللي وراها اهو، عمود بلفتين بدخل كده ارفع العمود وادخل تاني واسحب الخيط واطلع من منتصف العمود وبعمل غرزة حشو وارتفع غرزة، لفة والتانية بدخل في الحلقة اللي وراها بعمل عمود بلفتين اهو، وهرفع الخيط كده العمود كده وهدخل تحت منه كده في منتصف الحلقة وبطلع من منتصف الاتنين كده من النص اهو، واعمل غرزة حشو وارتفع غرزة سلسلة اهي. هي هنلاقيها غرزة مجسمة كده اهي. نعملها تاني، لفة والتانية بدخل تحت السلسلتين اهو وبعمل عمود بلفتين، وهعمل كده ادخل واسحب الخيط امسك كده العمود اهي، هيطلع كده من النص اهو، العمود اتلوى اهي معايا، بعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة اهو، الحلقة اللي وراها عمود بلفتين واجي كده ارفع العمود وادخل في نص الحلقة اهو واسحب الخيط كده واطلع من المنتصف اهو. تمام كده اهو، اخد لفة والتانية الحلقة اللي وراها تحت السلسلتين جوه الحلقة اهو، بعمل عمود بلفتين ارفع العمود بالشكل ده، ادخل في منتصف الحلقة اسحب الخيط وامسك العمود ابو لفتين كده واسحب الخيط واطلع من نص الاتنين واروح عاملة غرزة حشو وارتفع غرزة سلسلة اه، لفة والتانية وهعمل عمود تاني بلفتين. تمام كده اه، وارفع العمود وادخل واسحب خيطي واطلع من منتصف الاتنين واعمل غرزة حشو وبرتفع غرزة سلسلة. نخلص السطر ده مع بعضينا كده عشان نشوف قفلته ازاي. لفة والتانية الحلقة اللي وراها اعمل عمود بلفتين، برفع العمود وبدخل في المنتصف كده، بمسك العمود ابو لفتين ده في ايدي واطلع من المنتصف واعمل غرزة حشو، خد لفة والتانية بعمل عمود بلفتين. تمام كده، برفعه ادخل كده واسحب واطلع بخيطي، اعمل غرزة حشو وارتفع غرزة سلسلة مسافة بين كل غرزة والتانية. اخر حلقة معايا اهي بدخل فيها وبعمل عمود بلفتين وهرفع العمود كده وادخل على طول منتصف الحلقة، وطبعا الابرة كده معمولة في منتصف، هي موجودة في منتصف العمود لانه اتلوى معايا، بطلع من الاتنين كده اهو وبروح عاملة غرزة حشو وهرتفع غرزة سلسلة. انا كده خلصت ال14 غرزة معايا.
هاجي عند اول عمود بلفتين اهو، انا هنا في غرزة سلسلة فوق، هدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة كده. قفلت الدايرة بتاعتي. انا هنا هعمل ايه بقى؟ هرتفع غرزة وهروح واخدة لفة والتانية. هاجي هنا انا في غرزة حشو عاملاها اهي في السطر اللي قبله، هدخل في جنبها واسحب الخيط اهي كده. بانت الغرزة. الشغل بتاعي كده هيبقى في نص العمود ابو لفتين اهو. هاخد لفة واطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين. تمام كده. هروح جاية رافعة العمود كده وداخلة برضو تحت العمود على طول في المنتصف، واسحب الخيط واطلع اهو، واروح عاملة غرزة حشو وارتفع غرزة سلسلة كده. انا عملت اول غرزة معايا، وادي بداية السطر اهو هيبقى هنا. تمام كده. هاخد لفة والتانية وهاجي غرزة الحشو اهي، الفراغ اهو اهو، هو ده الفراغ اهي. ادي الضلع بتاع السلسلة اهو، بتاع الغرزة الضلعين تحت منه على طول اهي، وقدام غرزة الحشو اللي انا عاملاها اهي. بسحب خيطي وبعمل عمود بلفتين، وهرفع العمود بالشكل ده اهو. بصوا هدخل فين بقى؟ هدخل كده تحت العمود من ورا، واسحب الخيط بتاعي واطلع اهو، واروح عامله غرزة الحشو بتاعتي وارتفع سلسلة، عمود لفة والتانية اهو. ادي ضلعين السلسلة اهم، وادي غرزة الحشو. بدخل في النص كده اهو وبعمل عمود بلفتين، ارفع كده اهو، وهدخل كده في المنتصف واعمل اطلع بالخيط واعمل غرزة حشو، وهروح عاملة سلسلة اهي. بدأت الغرزة بتاعتي اهو تبان. اخلصها لاخر السطر ونرجع تاني ان شاء الله. انا هنا بعد ما ارتفعت كام سطر عشان شكل الغرزة يبان اهو زي ما احنا شايفينها كده اهو. ارجو ان يكون الغرزة عجبتكم اهو. ده شكلها اهو، وزي ما احنا شايفين الغرزة مجسمة ومن سطر واحد. ده شكلها اهو. اتمنى ان تكون الغرزة عجبتكم وتنفذوها ان شاء الله، وتكون سهلة بالنسبة لكم. وان عجبكم الفيديو برجاء عمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، او يوصلكم اشعارات من قناة جنة الكروشيه باي حاجة بتتعمل. القاكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر من فيديوهات القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.